هل لازم ان انا احقق او استخدم كل تقنيات التصميم السالب دي في مبنى واحد؟ لا طبعا. في بعض الحاجات اللي انا ممكن استخدمها مع بعضها، وفي بعض الحاجات اللي ممكن ما استخدمهاش خالص، وفي بعض الحاجات اللي ممكن استخدمها في اوقات وبطلها في اوقات. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الثيرمال ماس او الكتله الحراريه مع التهويه الطبيعيه، الاثنين دول بيشتغلوا مع بعض كويس جدا جدا. لو انا عامله عزل حراري لغلاف المبنى بشكل كويس جدا، فهنلاقي مثلا ان تقريبا ممكن الحراره اللي بره المبنى تدخل لي جوه المبنى بعد من 5 ل 6 ثواني. يعني مثلا لو الساعة دلوقتي 1 على الساعة 7، هتلاقي الحرارة اللي كانت بره المبنى الساعة 1 الظهر بدأت تمتص عن طريق غلاف المبنى، وبدأت تدخل لي الساعة 7 أو 8 بالليل جوه المبنى. طيب هتخلص من الحرارة الزائدة دي في الصيف ازاي؟ هبتدي اشغل خاصية الكروس فنتيليشن اللي احنا عملناها قبل كده، وبالتالي انا بقى شغلت التو تكنيكس مع بعض في اوقات مختلفة علشان استغل الطاقات الطبيعية الاستغلال الامثل زي ما قلنا في